السلام عليكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة فوت بلي سبور في كل مكان. إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تنسوا أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البث عليه. إذا متابعينا الكرام، وكما عودناكم دائما مع آخر أخبار وتطورات الملاعب الجزائرية الجديدة، تابعوا معنا مشاهدينا الكرام ملعب تيزي وزو قبل قليل. ملعب تيزي وزو حاليا يعتبر من أجمل الملاعب الجزائرية، وسيتم بحر الأسبوع القادم بإذن الله تنصيب الألواح الإلكترونية في الملعب، ليصبح بذلك ملعب تيزي وزو جاهزا لاحتضان أكبر المباريات الدولية. ورسميا قد أودعت الجزائر ملف ترشحها لكأس إفريقيا 2025. الجزائر حاليا تملك ترسانة من الملاعب العالمية والفخمة التي تمكنها من احتضان أكبر التظاهرات العالمية، والنسخة المقبلة لكأس إفريقيا بإذن الله ستكون بالجزائر، وذلك لامتلاك الجزائر لملفها القوي. كما تشاهدون متابعينا الكرام، فالجزائر تملك ملعب تيزي وزو العالمي والفخم الذي يعتبر من أجمل الملاعب في شمال إفريقيا حاليا. الجزائر حاليا تحتل الصف الثاني من حيث جودة الملاعب في إفريقيا ما بعد جنوب إفريقيا. فكما تشاهدون متابعينا الكرام، فإن كل الملاعب الجزائرية حاليا تكتسي حلة عالمية وفخمة. أرضية ملعب تيزي وزو اليوم في أبهى حلة لها كما تشاهدون في صورة أحبابنا في الله، وهي أرضية تشابه الملاعب الأوروبية العالمية. وأنتم متابعينا الكرام، هل تعتقدون بأن الجزائر قادرة على احتضان كأس الإفريقية 2025 أم لا؟ شاركونا أحبابنا في الله بآرائكم عن طريق التعليقات. وما رأيكم متابعينا الكرام بالحلة العالمية التي اكتساها ملعب تيزي وزو اليوم؟ ملعب تيزي وزو حاليا يعتبر أجمل الملاعب التي شيدتها الجزائر في تاريخها. شاركونا أحبابنا في الله بآرائكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. قناة فوت بلي سبور، موطن الأخبار الحصرية. سلام.